ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا بقالنا كتير ما عملناش وصفات طويله. النهارده هنعمل مكرونه بشاميل، بس بايه بقى؟ مش باللحمه المفرومه، هنعملها بالصدق ونديها وش بسطرمه، حاجه كده دلع بقى، يوم جمعه واجازه. والنهارده الماتش تتاكل جنب الماتش دي بالليل تبقى خطيره. هنظبطها كده مع بعض ونبدا نقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هحط المكرونه تتسلق وانا بسلق المكرونه هعمل جنبكم بقى ايه؟ الصدق هشوحه ونظبط مع بعض. بسم الله. وعلى حسب بقى الافراد، انا هعمل كيلو الا ربع من المكرونه الاول واسيبها كده تتسلق لغايه ما اظبط باقي الاكل. في طاسه سخنه بقى هنزل ايه؟ مكعب من الزبده بس صغنن مش كبير، لان كده كده الصدق بيبقى فيه ماده دهنيه. انا بس حطيت مكعب زبده عشان ايه؟ الطعم يبقى حلو، عشان هشوح كمان الخضار الاول فتبقى مظبط معانا. والمره دي الفيديو مش هعمل فويس اوفر، احنا كده بقى مع بعض عشان ما فيش وقت، واحنا عايزين نلحق نخلص الصينيه دي ونجهز قبل الماتش. اول ما الزبده تبدا تسيح، ما تستنوا، خلي بالكم يا جماعه الزبده على نار واطيه علشان الزبده بتتحرق، محدش يعلي النار على الزبده. تمام. اول ما الزبده معانا تبدا تسيح كده هننزل بالبصل اول حاجه. خلاص الزبده ساحت اهي، هنزل ببصلتين صغيرين اهو متقطعين كده مكعبات صغننه، هنزل بيهم في الطاسه على طول. بسم الله. والله يا جماعه البنات اللي ما بتعرفش تطبخ وتستصعب المكرونه البشاميل، والله هي خطواتها بس كتير، بس هي من اسهل الاكلات، من اسهل الاكلات خالص 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 خالص. ما تفتكروش ان هي صعبه. هنشوح البصله تدبل بس كده، ما تستويش، تنزل بس شويه ميه وبعدين ننزل معاها بالخضار. انا مش عايزه الخضار يبقى دبلان قوي، انا عايزاه يبقى متماسك كده شويه. وكل واحد زي ما يحب، اللي بيحب الخضار دبلان على الاخر يدبل، انا بعمل بطريقتي انا وكل واحد حر في طريقته. يلا البصلايه اهي دبلت شويه، هبدا انزل بقى ايه؟ الفلفل الالوان، احمر واصفر واخضر، اللي عندك بقى المتاح، عندك اخضر بس، عندك اصفر بس، احمر بس. نحط بقى شويه الفلفل الالوان، هندي تقريبا الفلفل مع البصل. عايزين الخضار يبقى فيه قرشه كده، ولسه طبعا هننزل عليهم بالصدق. هتبل الخضار تتبيل خفيف، لان انا بعد كده هشوح الصدق. ماشي. شويه ملح كده صغيرين ينزل ميته. الصدق انتوا عارفين بيبقى فيه بهارات، وبرده رشه فلفل اسمر خفيفه كده عشان بس الخضار يبقى طعمه كويس، لان انا هحمر الصدق مكان الخضار. معلش الفيديو بتاع النهارده بقى هيبقى طويل شويه، بس انا قلت نعمل الخطوات كلها معاكم من غير قص ومن غير مونتاج، عشان تبقى الوصفه كده ايه؟ باينه معانا. عشان في ناس بتطلب ان الوصفه تبقى كامله، بيشوفوا ان في حاجات في المونتاج بتتشال. احنا والله مش بنشيل حاجه غير بس الحاجات اللي بنحس ان هي وقت طويل بس عليكم. اهي يبدا الخضار يدبل كده مع بعضه، وبعد كده هشيل الخضار واحط الصدق يتحمر وارجع عليه بالخضار تاني، عشان تبقوا عارفين بس الخطوه اللي جايه. خلاص انا كده هشيل الخضار من على النار. انا زي ما قلت لكم انا عايزه الخضار متماسك شويه، عشان كده انا مش سايباه يتهري، عشان لسه هينزل تاني مع الصدق. تمام. هفضيه، وزي ما احنا في نفس الطاسه هنحمر الصدق على نفس الطاسه زي ما قلت لكم اللي عملنا فيها الخضار. انزل بقى بالصدق اهو، ياخد التشويحه بتاعته. يا جماعه الصدق فيه دهون، مش محتاج دهون، عشان كده انا ما كترتش. نسيبه بس ياخد الصدمه بتاعته، هيبدا ينزل الدهون اللي فيه على طول. نقلب، ولما يتشوح معانا هنرجع ننزل بالخضار تاني.
اللي يتفرج على الفيديو يشترك في القناة ويعمل لايك وشير وسبسكرايب. احنا بنقدم وصفات خفيفة وسهلة، فانتوا كمان ادعمونا بلايك خفيف وسهل. اهو بصوا بدأ ينزل الدهون بتاعته ازاي. مش محتاج اي دهون والله، عشان صحتنا والمعدة والكلام الجميل ده. يتشوح كده بس شوية. وقولوا لنا برده في الكومنتات الصوت كده كويس ولا نعمل فويس اوفر احسن يبقى كويس. شوفوا اللي انتوا سامعينه احسن ايه، الفيديوهات بفويس اوفر ولا الفيديوهات حيه كده زي ما هي. اهو خلاص بدأ يغير اللون، بدأ يتماسك اهو. هرجع انزل عليه بالخضار تاني ياخد تشويحه مع الخضار ويستوي شويه مع بعض، وبعدين نعمل البشاميل. شغل والله خفيف وسهل وعلى مهلكم وما تتوتروش. يعني انا في الاول ما كنتش بعرف اعمل اكل، واحده واحده بقيت بعمل. يعني مش معنى كده ان انا بقيت شيف، انا بس بحاول ان انا اطمن البنات اللي ما بيعرفوش يعملوا اكل ان الموضوع سهل قوي. هسيبهم بقى دول، هغطي عليهم وهسيبهم يستووا مع بعض. انا هغطيها واسيبها تستوي. عبال ما تستوي دي هي مش هتستوي كتير، انا هسيبها حوالي 10 دقايق وهغطي عليها. وفي خلال ما انا هغطي عليها هكون بعمل البشاميل. ويلا نعمل البشاميل سوا. وعقدتي انا شخصيا البشاميل اسهل منه مفيش. بصوا يا جماعه، دول دي قطع رفيعه على فكره مش كبيره. دول حوالي يعني ايه 4 معالق كبار من الزبده. تمام اهو. لما يسيحوا بنزل عليهم ب4 معالق كبار من الدقيق. لما الزبده تسيح هنزل عليهم بالدقيق على نار هاديه خالص. نشتغل واحده واحده، ما نستعجلش. كل حاجه هتطلع مظبوطه وكل حاجه هتطلع كويسه. اهي الزبده بتسيح معانا اهي. محدش يقول الزبده كتير، الزبده مش كتير ولا حاجه، عشان احنا لما نحط الدقيق بس واللبن تبقى الدنيا متظبطه. اهي ساحت الزبده. اول ما تسيح الزبده معانا 4 معالق كبار من الدقيق، تكوني بقى مجهزاهم تحطيه من الكيس على طول اهو. هنغلف الدقيق كده بالزبده وعلى نار هاديه برضو، نسيبه لغايه ما يستوي. ما تخافيش مش هيكلكع، ولو كلكع هقولك طريقه تخليه يفك معاكي. بصوا يا بنات الدقيق اهو بيستوي كده مع الزبده خلاص قبل ما ننزل عليه باللبن. وزي ما قلت لكم ما تخافوش لو كلكع. لو كلكع اديله ضربه بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر هستنى اما يهدى واديله ضربه في الخلاط بشويه لبن زياده وارجع تاني ارجعه الحله واقلبه. ولا اي حاجه. مفيش عقده بقى ده هيكلكع مني ده مش عارفه ايه، ولا توتري نفسك. كل حاجه بتتعالج. خلاص انا هبدا بقى ايه احضر البهارات بتاعه البشاميل واجهز بيها وننزل باللبن على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده انا ما بحمرش الدقيق قوي، وبرده كل واحد حر، اللي عايز يحمر الدقيق قوي يحمره. اديله بس تقلبتين كده وهبدا انزل باللبن على طول. خليكم معايا معلش الفيديو طويل، بس انتوا اللي بتطلبوا كده، طالبين فيديوهات طويله اهو. ايد بتنزل اللبن وايد بتقلب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ما تخافوش الكلكعه دي هتفك. كل ما بنحط اللبن ونقلب الكلكعه دي هتفك. زي ما قلت لكم حسيتوا في اي تكتلات، حسيتوا ان هو مكلكع، الهاند بلندر معانا الخلاط معانا يفك كل التكتلات دي. دول انا بحط عليهم لتر من الحليب.
اي حليب. انا بستخدم حليب بخيره، انت عايزه تستخدمي حليب من عند البقال عادي، من عند اللبان، حليب سايب، مفيش مشكله. كل واحد على قد امكانياته، كل واحد على حسب اللي عنده في البيت. اهو بصوا مفيش اي تكتلات خالص اهي. هحط له مكعب مرقه، هنزل عليه بمكعب مرقه. انا بحب احط عليه بشره جوز الطيب، ما عنديش النهارده جوز الطيب، هنزل عليه ب7 بهارات، رشه صغيره جدا اهي. ماشي. نحط كمان رشه فلفل اسود. الفلفل الاسود بيدي طعم حلو قوي للبشاميل يا جماعه. جربت الفلفل الابيض قبل كده، ما حبيتهوش بصراحه. الناس بتقولك عشان اللون وعشان بيغمقوا ومش عارفه ايه. احنا كده كده طول ما احنا في البيت بنعمل حاجتنا براحتنا. عايزه اوريكم الصدوق اهو قبل ما اطفي عليه. بصوا يا جماعه ما شاء الله بيستوي هو والخضار كله مع بعض اهو. انا خلاص كده هطفي على الصدوق عشان بقى ايه ابدا احطه في الحشو. والبشاميل اللي معانا اهو، خليكم معانا لحد ما البشاميل يربط. بصوا القوام بتاع البشاميل اللي بدا يتقل ازاي اهو. بسم الله ما شاء الله. ولا في اي تكتلات، ولا في اي تكتلات، ولا في اي حاجه ما شاء الله. بصوا كريمي اهو بالظبط. 5 دقايق وهنطفي عليه. بصوا القوام عامل ازاي. احنا مش محتاجين قوام اتقل من كده، خلي بالكم. ماشي. عايزه اوريكم، استنوا بس اجيب المعلقه واوريكم القوام عامل ازاي. بصوا يا جماعه، بصوا يتقل بس شويه كمان عشان يمسك على الوش. بصوا كريمي، ومش حاطين كريمه ولا اي حاجه. بصوا بقى خلاص تقل اهو. بصوا القوام كريمي ولا اروع. ويلا بينا نجهز بقى الصينيه بتاعتنا. وبصوا بقى الصدوق لما استوى وانا طفيت عليه بجد ايه المنظر ده، ايه الجمال ده. يلا بينا نجهز صينيتنا بقى. بصوا بقى يا جماعه، انا حطيت كبشه من البشاميل في الارضيه بتاعت الصينيه، وهنزل بنص كميه المكرونه اهو. هنزل نص كميه المكرونه اهي، واحط عليها كبشه بشاميل تاني واديها تقليبه. دي نص الكميه بتاعت المكرونه اهي. كبشه من البشاميل اهو. بصوا يا جماعه البشاميل تحفه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. معلش بقى لو في اصوات، ولادي بيلعبوا. نزلت انا نص كميه المكرونه وحطيت عليها بشاميل، بفردها بقى كويس عشان انزل عليها الصدوق بقى بالخلطه. وزياده دلع كده انا هعمل لها وش بسطرمه. لقيت عندي بسطرمه في التلاجة، هعمل لها بقى وش بسطرمه عشان تبقى تحفه. جماعه قولوا لنا توقعاتكم ايه للماتش النهارده، وباذن الله مصر تكسب، باذن الله باذن الله نصعد. فقولوا لنا كده ايه رايكم، عشان صينيه المكرونه دي ربنا يستر معموله على شرف الماتش. بسم الله نبدا. يلا هبدا انزل بقى بالايه، بالخلطه بتاعتنا الجميله دي. كده نوزعها بقى كده هنا. لقيت فيها ميه بس زياده.
نوزعها على الصينيه كلها. تحفه 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 تحفه. عايزه بقى ايه، نديها بقى رشه موتزاريلا كده في النص. ندي رشه موتزاريلا كده في النص كده، رشه صغننه كده اهو. نحط حبه بشاميل كده صغيرين كده برضو في النص كده، نوزعهم. جماعه مش بحب الناس اللي بتقول انا بصوا البشاميل بتاعي ما فيش زيه، بصوا الطريقه بتاعتي ما فيش زيها. لا يا جماعه، في والله كل واحد بيعمل وطريقته حلوه وطريقته كويسه. وكل واحد يعمل بطريقته على قد امكانياته. مفيش حد احسن من حد، مفيش حد. في ناس شاطره وفي ناس متفوقه في اكلها وفي شغلها وفي الكلام ده كله، بس مش معنى كده ان احنا نحبط نفسنا. احنا ممكن نشتغل بالامكانيات اللي عندنا عادي. ابداوا انتوا بس، اللي ما بتعرفش تطبخ تبدا. شاب عايش لوحده، حد نفسه ياكل اكله حلوه، يعمل الحاجات كلها بسيطه، واللي عندك في البيت متاح اعمل بيه. نزلت بنص كميه المكرونه التانيه. نظبط كده. بصوا بقى، انا هديها وش بسطرمه. انا كان عندي شويه بسطرمه في التلاجة، هوزعهم كده حاجه كده دلع اهو. تغيير وطعم جديد، واحسن من اللي بنشتريها من بره كمان. ننزل بقى بباقي كميه البشاميل كلها على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يكون الفرن شغال عشان تدخل على فرن سخن. بسم الله بسم الله بسم الله. هساوي بقى ايه البشاميل كده بالسباتيولا اهو. لو لسه بتتفرجوا معانا على الفيديو، شجعونا بلايك وشير واشتركوا في القناه عشان ننزل لكم وصفات جديده وسهله وسريعه زي ما عودناكم. ولو انت لسه بتتابع الفيديو لحد دلوقتي، شكرا ليك. المهم بقى يا جماعه ان احنا ايه في الاخر كده، احنا مش عايزين حاجه على الاطراف خالص عشان ما تحرقش. هنجيب منديل دلوقتي ونظبط الدنيا اهو، نمسح كده عشان ما يحرقش لما تدخل الفرن. اهم من الشغل تظبيط الشغل. رشه بقى موتزاريلا وفلفل اسود على الوش. التركايه دي عظيمه عظيمه عظيمه. يلا 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 كده، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. دول شويه الموتزاريلا اللي كانوا فاضلين عندي اهم. نديها بقى ايه رشه زيت عشان تتحمر الموتزاريلا خفيف قوي. يعني لو عندكم بخاخه طبعا يبقى احسن، ماشي. رشه زيت خفيفه جدا كده، يعني على الهوا كده كده. رشه بقى فلفل اسود كده على الوش برضو تدي طعم حلو جدا. احنا بيت بيعشق الفلفل الاسود. وبس كده هندخل بقى الفرن على حراره متوسطه. هنحط على الرف المتوسط، مش هنحط على الارضيه بتاعه الفرن على طول. نص ساعه من تحت، 10 دقايق على الشوايه، ونشوفها مع بعض لما تخلص. بصوا بقى يا جماعه، استوت والوش احمر الحمد لله. لحقتها كانت هتتحرق اصلا. بصوا طالعه فظيعه. طبعا هقطعها، احنا بنحبها سخنه عموما يعني. ايه هنطلع جزء كده وندوق الحاج صاحب البيت.
نشوف الدنيا معاه ايه. بسم الله. يا رب يا رب، بسم الله. اوه حوار. احنا بنحبها كده، عايزين تسيبوها تبرد سيبوها تبرد، احنا بنحبها سخنة وبنحبها سايحة كده. يعني انا اصلا جوزي بيحب الاكل كله سخن. بسطرمة والحركات، لو انتوا عايزينها متماسكة سيبوها تبرد. يلا نقول بسم الله، ناخد له حتة من الوجه. ايه الاخبار؟ طب متردش ليه؟ مش حلو. وحشة؟ طب بتاكلها ليه؟ هعمل بكره ماشي. بكرة؟ مش اما دي تخلص الاول. لا بجد والله حلوة. ما دي اللي عايزه تخلص النهارده. ايوه يا عم، انا بديك تدوق مش بديك تتغدى يا حاج. اعملي منها بكره. هات الطبق يا عم. زود عليها تاني بقى. يا عم العيال. انت كده اتغديت خلاص؟ لا بدوق. بتدوق؟ طيب بصوا يا جماعه بقى، انا هسيبه يدوق وبالهنا والشفا. وادي صينيه البشاميل النهارده بتاعتنا بالصدق والبسطرمه، يا رب تعجبكم وبألف هنا عليكم. متنسوناش في اللايك والشير.